الله، هدوء السماء والطارق. السلام عليكم أصدقائنا. طبعا هذا مربي طويلة ألماني اسمه أوزفلد شنايدر. هذا الحمام ماله اخوان، البراجة، الأقفاص، اللوفتات، شنو تسميتهم عندكم؟ هاي كلها ما مغلفة، متروكة، وأمامها هاي الغابة وهاي المزارع، يعني الهواء يجي تبريد من أساسه، تبريد 10 تحت الصفر. هذا الحمام طبعا مربي إلى بصمة مميزة بعالم حمام الزاجل. شوفوا هذا الحمام كله مفتح. نظام هذا المربي اخوان، يتسابق الحمام مطبوق، يعني الحمام طيرة وفحل يطيرن سوا، حتى الفرخات يدشرهن سوا، و24 ساعة الطيور نايمة على الشجرة. هاي ما عنده النظام ماله، يقول ما عندي اني افرد الطيرة عن الفحل. هو هذا قاعد هنا، وانا قلت له اريد اصور. هاي القفاصة مالته اخوان، شوفوها. ان شاء الله شوفوا الطيور، شوفوا كلها مفتحة، وجهه وقفه، يعني الظهر والوجه يدخل الهواء من هنا يطلع من هناك تيار. شوفوا حتى الباب مال القفص مفتوح، باعوا شوفوا يعني التيار. هذا الحمام، هذا حمام السباق مالته، كلها مفتحة رغم الجو بارد. شوفوا حتى عنده عصافير كناري. هذا شوفوا الكناري، يعني هذا بهذا البرد ما مغلف. شوفوا بالبرد، هذا البرد الكناري ما مغلف. يقول 10 تحت الصفر، انجماد. هاي مخليها هنا، سألته قال له المطر يقول على مود ما يدخل. شوفوا هذا المربي، هذا المربي طبعا نظام السباق ماله طبق. الطيور جواها فرخات، جواها بيض، الفرخات يطلعن ويا الكبار، يطيرن ويا الكبار، مفتوحات دائما مفتوحات. هاي اول مرة اجي القى القفاصة مسدودة والجو بارد والطيور ما يغلفها. يقول سبب الامراض هو التغليف. ان شاء الله يفيدكم هذا الفيديو. طبعا هذا مربي يسابق برشلونة 1200 اعتقد كيلومتر يبعد عن بيته. تحياتي للجميع. اليوم نهاية شهر 12 من 2024. مع السلامة.